النهارده كسبنا وصعدنا دور 16 في كاس مصر، مبروك علينا، حاجه تفرح، حاجه جميله، حاجه مفرحه. بس السؤال بقى هنا، هل انت كزملكاوي حاسس بامل في اي حاجه؟ هل انت حاسس ان انت عندك مجلس اداره؟ هل انت حاسس ان انت عندك جهاز فني، مدرب فني، لعيبه؟ للاسف لا. انت حاسس ان مفيش عندك اي حاجه، انت حاسس ان مفيش بكره، في امل في اي حاجه، يأس. الاداره وصلت للجماهير ان في يأس في كل حاجه، مفيش فلوس، مفيش لعيبه بتطفش. النهارده مدرب بيتسال على لعيب بيقول له ما اعرفش عنه حاجه، اللي هو بنتايج. ايه ده؟ مفيش يعني حاجه في البلاله، كل واحد يعني الحياه يعني في اللاند خالص، في الضياع. واداره سايبه ايدها مش في دماغها، ولعيبه خلاص يعني بيقضوها. كل واحد عايش، ما هو مفيش فلوس بقى الدنيا. يا عم كويس بلعب عندك، او اقسم بالله لا بتفكر في كده. يعني كويس انا بلعب عندك يا عم الحاج، الله يحمد ربنا مقضيها معاك. فما فيش اي حاجه، ما فيش اي حاجه بجد، يعني ما فيش اي حاجه يعني احنا محتاجين مجلس اداره، محتاجين مدرب فني، محتاجين كل حاجه. اقسم بالله احنا محتاجين من اول مجلس اداره لحد اللعيبه. احنا محتاجين كل حاجه في الزمالك. ده غير بقى الديون اللي عليك، ده غير ده غير ده غير. فالافضل بالاخر يعني ان احنا ما نتابعش الاخبار بتاعت الزمالك السنه دي او السنتين جايين، لان للاسف انا شايفها سودة قاتمه، يعني للاسف شبوره، اقسم بالله شبوره. فالافضل عشان احنا ما نتعبش نفسيا ما نسمعش الاخبار ديت يعني، وما نعرفش الاخبار، وما نعرفش في ايه بكره، عشان ما يتعبش يعني. فربنا يسترها علينا ويعدي على خير. ولك الله يا زمالك. السلام عليكم.